يا هلا بالربع عبود ومسعود معاكم. اهلا وسهلا في بودكاستكم المفضل قردين على المايك. ورجعنا لكم بالجزء الثاني من تحدي الاسئله السريعه. الموز يحترق والعقل يهرب. ايوه راجعين مع اسئله اغرب من اخلاق عبود. واليوم ما في رحمه، اللي يتاخر في الرد نقفل عليه الواي فاي اسبوع. لو كنت مسمارا هل كنت سترغب في ان يقصك الناس ام يتركونك تطول؟ قصني، انا احب التغيير. من الواضح انهم قصوك منذ فتره طويله ولكنهم نسوك. لو كنت كيكه هل تريد ان ياكلك احد بسرعه ام يتركك تجف؟ اريد ان اكل ولكن مع شاي بالنعناع. حتى في الموت تريد الرفاهيه؟ لو شماغك فيه ذكاء اصطناعي وش اول شيء بيسويه؟ كان يطردني. اقول لك الذكاء الاصطناعي يتعب مع الجهل الطبيعي. لو جوالك يتكلم ايش اول كلمه بيقولها؟ افصلوني عنه، بطني امتلأ صور كنافه. والله جوالك تعبان نفسيا. لو عندك وجه ثاني تستخدمه متى؟ لما اتكلم معك. يعني وجهي يحتاج فلتر؟ شكلك تتابعني مع كيس نايلون. لو الطاوله اللي تجلس عليها تقدر تشتكي من ايش؟ من وزني. صادق، صارت تعاني من خشونه المفاصل. لو افكارك تتحول افلام اي تصنيف تاخذه؟ فانتازيا سوداوية بدون ميزانية. يعني مسلسل خيالي بفقر بصري ممتاز. نعرضه في عقلي. لو كان عندك ذيل وش كنت بتسوي فيه؟ كنت بضرب فيه اي واحد يقاطعني. انت محتاج ذيل ويدين ومايكروفون ونفس طويل. لو اسمك كان QR كود ليش الناس يسوون لك سكان؟ عشان يطلعون صورك القديمة. لا تنبش الماضي، عندي قصة شعر تفشل. لو عبود نكهة عصير تتوقع تكون ايش؟ طماطم بالنعناع. وبكذا عرفنا ان عبود معدته عندها PTSD. لو قررت الجزم تنتقم اي جزمة راح تبدأ؟ اللي معك الحين. ماركة هي. بس شكلها ما رضت بالوضع. إذا كانت ضحكتك برنامج كمبيوتر ماذا سيكون اسمها؟ بق 404. يعني حتى ضحكتك فيها خلل. لو بثوا نومك مباشر تظن الناس بيشوفوا؟ بس عشان يشوفوك وانت تمشي وانت نايم. هذا أسلوب رعب جديد نتفليكس تخطط له. لو عقلك يتحكم بالجو إيش بيصير؟ عاصفة موز. الغابة تستعد للإخلاء. لو في زرار يعيد كل شيء كذبت فيه بتجلس تضغط عليه طول اليوم؟ انت اللي محتاج ذاك الزرار يا كذاب. لا تفضحني قدام المتابعين يا رجال. لو كل مرة قلت يا ليت يجيك كف، كم كف تاكل باليوم؟ أقل من عدد نكاتك الفاشلة. الحقد مالي قلبك، اشرب شاهي واهدأ. لو رجولك تختار المكان اللي تروح له وين بيكون؟ محل كنافة. أنا آسف بس أنت تحتاج تدخل غذائي عاجل. لو كل مرة سويت حركة غبية تطلع صوت بوق، كم مرة تسمع البوق؟ انت تسويها 7 مرات بالدقيقة. ما أنكر. البوق صار نغمة حياتي. معي. آخر سؤال، لو عبود اختفى فجأة إيش راح يصير؟ الضحك راح ينقرض والراحة راح تعم. كذا يا شباب نكون خلصنا تحدينا الجزء الثاني، وأنا فخور إني بقيت حي بعد الأسئلة دي. إذا عجبتكم الحلقة قولوا لنا مين تبون نستضيف المرة الجاية، يمكن ضيف عاقل ينقذنا من عبود. ولا تنسون اضغطوا لايك وادعوا لنا بعلاج عقلي بالشفاء العاجل حلنا نرتاح منك. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتدعوا له.